عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، مساء الخير من اوضه المليونير. الحقيقه بعد الفيديوهين اللي فاتوا لتشانسن كارتا والاوس بيلدونج، لو ما اتفرجتش على الفيديوهين دول هتلاقيهم هنا وكمان هنحطهم في الديسكريبشن. كان في اسئله كده جت وفي استفسارات جت على موضوع الحساب المغلق. وعشان الحساب المغلق ده حاجه مشتركه ما بين الفيز اللي ممكن تقدم عليها زي الدراسه او تشانسن كارتا او الاوس بيلدونج، البحث عن الاوس بيلدونج بالتحديد. فاحنا قلنا نعمل فيديو كده سريع نقول لك فيه هو ايه هو ايه الحساب المغلق ده، و نجاوب على بعض بعض الأسئلة. الاسئله كده مع بعض. بالظبط. خليكم معانا. الحساب المغلق هو حساب بنكي بيتعمل في شركة من الشركات المعترف بيها من الحكومة الألمانية. في شركات كتير، من ضمنهم أو أهمهم وأشهرهم هم شركتين، هي شركة إكسباتريو وشركة فنتيبا. فهمتي بقى. بالظبط. ان انت تعمل حساب في شركة من الشركات دي، الموضوع مش معقد. هي عبارة عن فورم بتملاها اونلاين، بتعمل ريجستريشن، بتملى الفورمة وبتحط الايميل بتاعك. وبعد ما بتخلص الشركة دي بتاخد شوية وقت ان هي تراجع البيانات بتاعتك، وبعد كده بتبعت لك كونفirmation ايميل بيبقى فيه رقم الحساب. اول ما بيجي لك رقم الحساب بتقدر ان انت تحول المبلغ السنوي اللي انت محتاج تعمله بلوك، اللي هو بيبقى 13092 يورو. لما بتوصل ألمانيا بينزل لك كل شهر منهم 1091 يورو بالظبط. بالظبط كده. هو بالظبط كده يا فريد. هو انت لو عايز تعمل بلوك او عايز تقدم على فيزا سنه، فانت محتاج تعمل بلوك لسنه 1092 في سوري 1091 في الشهر، في معنى كده الشهر 13 في الاجمالي 13092. 92. وانت بتاخد من فنتيبا مثلا الكونفirmation رقم الحساب، بتعمل تحويل للرقم الحساب ده من حسابك اللي في بلدك انت شخصيا باليورو، بال 13092 يورو دول. وفنتيبا بتديك الكونفirmation ان انت حولت الفلوس دي، ودي بتبقى ورقه بتحطها مع اوراق التقديم على الفيزا نفسها. بالظبط. والفي بتاعت ان انت تفتح الحساب ده، انت بتدفع فيه عشان تفتح الحساب، وبتدفع مصاريف إدارية او مصاريف بنكية كل شهر. مثلا شركة فنتيبا انت بتدفع 89 يورو عشان تفتح الحساب، وبتدفع 4 يورو 90 سنت كل شهر. كل شهر مصاريف إدارية او مصاريف بنكية. بالنسبة لشركة اكسباتريو بتدفع 69 يورو. تقريبا هو طبعا الارقام يعني ممكن تتغير، بس حاجه وممكن بسيطه تتغير يعني بالظبط من وقت للتاني. طيب عندنا بقى شويه اسئله كده الناس كانت بتسالها، وزي ما احنا قلنا هو الفيديو ده للناس اللي لسه باديه تدور، يعني عايز تعرف هو ايه الحساب المغلق ده، وايه الاجراءات اللي بتحصل عشان الواحد يهاجر او يلاقي شغل او دراسه او في المانيا. فالموضوع كده يعني بيزك، ده بداية التدوير ودي احنا عاملين الفيديو ده عشان نساعد الناس انها تبتدي تدور. بالظبط. واحنا كمان هنحط لكم اللينك بتاع الشركتين الاكتر شهرة، او اللي الناس اللي احنا حوالينا ونعرفهم رشحوا لنا الشركتين دول. واغلب الناس اللي احنا نعرفهم بيقدموا في الشركتين دول، اللي هم فنتيبا واكسباتريو. هنحط لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن. طيب هل انا لو لا قدر الله قدمت على الفيزا والفيزا اترفضت، تمام. الفلوس مصيرها ايه؟ بستردها ازاي؟ او بس يعني بستردها اصلا؟ بص، طبعا بتسترد الفلوس لو خدت ريفيوز لا قدر الله. بتاخد الريفيوز ده بتعمل له سكان وبتبعته للشركة، والشركة بتحول لك الفلوس تاني على الحساب اللي انت بتديه لهم. وكل اللي انت بتخسره هي الفي اللي انت بتدفعها لفتح الحساب. طيب افرض ان انا عايز اقدم على تشانسن كارت، والتشانسن كارتا دي لو انا خدتها سنه فانا المفروض ان انا احط 13092 يورو. طيب هل ينفع اقدم اعمل بلوكت اكونت بست شهور بس واقدم على تشانسن كارتا 6 شهور بس؟ فالاجابه ايوه، هو انت اه ممكن تعمل بالظبط. كده. هو انت ممكن تعمل كده. هو الفيزا هتاخدها على قد الفلوس اللي انت حاططها تكفيك، لان هو في الاخر البلوكت اكونت ده دي فلوس بتاعتك انت، هي بس ده بيبقى ضمان ليك انت ان انت
هتعرف تيجي تعيش في البلد، تعرف تدفع السكن، الاكل والشرب والمواصلات والحاجات دي، ومش بالظبط. هتحتاج اي اعانه او حاجه زي كده. هو ده بس السبب الوحيد للبلوكد اكونت. طيب هل انا بعد ما جيت اقدر وخلصت مثلا اول سنه وعايز اقدم على تمديد للفيزا مثلا او حاجه زي كده، فهل انا ممكن اعمل بلوكد اكونت تاني عشان اقعد مده اطول؟ لا، هو انت ممكن تجدد البلوكد اكونت اللي عندك اصلا، بس لازم تحط فيه 13092 يورو. او على حسب الوقت. او على حسب، مم. لو انت هتجدد 6 شهور فانت تحسب مم. كل شهر ب 1091 يورو. مم. فانت لو هتقعد 6 شهور هتضربهم في 6، لو عايز تقعد سنة فهتضربهم في 12 شهر، وهكذا. وهكذا. وفي سؤال كده اتسأل، هو سؤال طبعا يعني اجابته سهلة شوية، بس انا برضه هسأله فريد عشان يمكن هو الموضوع مش واضح برضه. هل انا بعد ما اعمل البلوكت اكاونت ده واخد الفيزا ينفع اجي المانيا وافك بقى البلوك واسحب الفلوس كلها، ما دي فلوسي في الاخر؟ لا طبعا، ما تقدرش تعمل كده. مم. وانس ان انت وصلت المانيا، انت البلوكد اكاونت ما بينزلكش منه غير ال 1092 يورو اللي هم بتوع كل شهر. ما بتقدرش تسحب الفلوس كلها. الحالة الوحيدة اللي انت تقدر تسحب بيها الفلوس ان انت تاخد ريفيوز وانت في بلدك، فتقدم الريفيوز ده للشركة فتعمل لك تحويل بالفلوس كلها. بس فدي كانت حاجه كده لمحه سريعه كده عن هو ايه البلوكت اكاونت. انا بس قبل ما اختم الفيديو كده، كنت عايز اعلق بس على الفيديو بتاع الاوس بيلدونج، عشان في ناس برضو كان في شويه لخبطه في الحته دي. الاوس بيلدونج، فكره ان انت تيجي اوس بيلدونج من بلدك، فده حاجه ممكن ما تحتاجش بلوكت اكاونت، لان ممكن العقد بتاع الاوس بيلدونج ده بيغطي نسبه كبيره جدا من مصاريفك، او ممكن تحتاج بلوكت اكاونت لمبلغ صغير. لفرق المرتب من الحد الادنى من المعيشه. بالظبط. يعني مثلا لو انت عملت عقد اوس بيلدونج ب 900 يورو اول سنة، فده معناه ان انت محتاج توفر 191 يورو. فالبلوكت اكاونت بتاعك هيبقى 191 يورو في 12 شهر. ده الفرق ما بين ال 900 يورو وال 1091 اه يورو. بالظبط. انا مش عارف يعني هي بتتحسب ازاي بالظبط، بس هو يعني هو ب- رفلي كده ده اللي بيحصل بالظبط، يعني. ده اللي بيحصل بالتقريب يعني. وفي النهاية ما تنسوناش بالشير واللايك وكومنت لو انت وك- محتاج تستفسر عن اي حاجة زيادة او حاجة زي كده بالظبط. وعرفونا انتوا محتاجين ان احنا نعمل لكم فيديوهات عن ايه بالظبط. محتاجين ان احنا نعرف انتوا بتدوروا على اني معلومة ممكن احنا نساعدكم من هنا. وما تنسوناش بالشير واللايك، ونشوفكم المرة الجاية. سلام. سلام.